مساء الفل يا شباب. النهارده هنتكلم عن قصة من النادر إن حد يحكي عنها، أو من النادر إن حد يقول تفاصيلها. قصة ل7 شباب مسيحيين من مدينة أفسس، كانوا أولاد نبلاء. يعني إيه أولاد نبلاء؟ يعني آبائهم كانوا ناس تقال في أفسس، في مدينة أفسس، ناس غنية جدا. وكان قصتهم بدأت في عصر الملك دقيوس، اللي حكم وتولى حكم روما أو الدولة الرومانية عام 249 ميلاديا لعام 251 ميلاديا. ولما كان الملك دقيوس بيلف على المدن أثناء حكمه، زار مدينة أفسس، وهناك أصدر قرار قرار عام يعني لكل الشعب، بأن كل الشعب يقدم ذبائح للأوثان، واللي يمتنع عن تقديم الذبائح يتم قطع رأسه. وفي ذلك الوقت كان عدد المسيحيين في مدينة أفسس كبير جدا، مش قليل. فكان المسيحيين يرفضوا تقديم ذبائح للأوثان، فكان يتم قطع رأسه، وكان هناك استشهاد عدد كبير جدا من الناس. والشباب ال7 كانوا مهتمين جدا بالفقراء، وكانوا بيقدموا للفقراء ذهب وأموال ويساعدوهم، وكمان كانوا بيبشروا بالمسيحية. فتم وشايتهم عند الملك، يعني في حد من الوثنيين أوشى بيهم عند الملك دقيوس. فقرر الملك دقيوس إن هو يحضرهم أمامه، ولما حضروا وعرف إن هم مسيحيين نزع عنهم إشارات الحرير اللي كانت موجودة على كتافهم، لأن النبلاء والناس الأغنياء كانوا بيلبسوا لبس مختلف عن الناس العاديين، وكانوا بيحطوا على كتافهم إشارات أو شارات حرير. فنزع الملك دقيوس إشارات الحرير من أكتافهم، وأمهلهم فرصة لحد ما يرجع من زيارته الخارجية للمدن التانية. وقال لهم: انتوا لو ما قدمتوش ذبائح للأوثان أو للآلهة بتاعتهم في ذلك الوقت هيتم قطع رأسكم. وأعطاهم فرصة لحد ما يرجع تاني لمدينة أفسس. بالفعل استغل الشباب ال7 شباب عدم وجود الملك دقيوس في مدينة أفسس، وابتدوا بقى يقدموا أموال ويقدموا ذهب للناس الفقراء، ويزودوا في مجهودهم في نشر المسيحية، إلى أن ابتدوا يدوروا على مكان يهربوا من وجه الملك دقيوس. وكان المكان دوت في جبل اسمه أنجيلوس، وكان في كهف هناك كبير جدا. فقعد فيه الشباب، وكان كل يوم في واحد متخصص ان هو ينزل المدينة يشتري ليهم الطعام، ويشوف احوال المدينة وصلت لايه، وهل الملك رجع ولا لا. وكان المختص بده واحد منهم اسمه يمليخة. يمليخة كان كل يوم يلبس لبس شحاتين، وينزل المدينة يشتري الطعام ويشوف أحوال البلد وأحوال المدينة إيه، ويروح يبلغ الأحوال ويبلغ باللي شافه لل6 التانيين. إلى أن مرة كان نزل يشتري الطعام، فعرف إن الملك دقيوس رجع وبيدور عليهم، فخاف جدا وطلع يجري لأصحابه ويبلغ أصحابه إن الملك دقيوس بيدور عليهم. فامتلكهم الرعب والخوف، وابتدوا يصلوا، وابتدوا يصوموا ويصلوا زي ما قلت. وبعد كده أكلوا الأكل اللي جابوا يمليخة. وحصلت حاجة غريبة جدا. حصل إيه بقى؟ إن ال7 ناموا نوم عميق في ثبات كامل، لدرجة إن روحهم انفصلت عن جسدهم. وكان الملك كان أصدر إن
السبع دول يتجابوا بأي طريقة. فعرف مكانهم وبعت جنود للكهف. وبعد ما بعت جنود للكهف، الجنود دورت في الكهف ما لقيتش، فظنوا ان هم مختبئين داخل الكهف في احدى يعني عاملين خن كده ولا حاجه مستخبيين فيه. فراح راحوا عملوا ايه بقى، جابوا حجاره وسدوا باب الكهف ورجعوا للملك. في ذلك الوقت كان في واحد اسمه أنتودورس كان متابع القديسين او الشهداء السبعه، وكان لما عرف ان هم مش لاقيينهم، فقام عمل كتب على صحائف من رصاص اسماء القديسين السبعه، وكتب قصتهم في لوح تاني من مادة الرصاص، وحطهم في صندوق نحاسي وخباه جنب باب الكهف المقفول. ومرت السنين والأعوام والقرون لحد ما مات الملك دقيوس، وتولى بعديه ملوك كتير وأباطرة كتير، لحد ما جه سؤدوسيوس الثاني، الملك سؤدوسيوس الثاني اللي تولى الإمبراطورية الرومانية عام 401 حتى عام 450 ميلادية. والملك دوت كان مسيحي، لأن في الفترة بتاعته كانت الدولة يعني المسيحية كانت هي الديانة الرسمية للبلاد. ولكن كان في بعض المشاكل مع الملك سيودوسيوس من بعض الأشخاص اللي كانوا بينكروا وجود القيامة، وينكروا قيامة الأموات، وكان عنده مشاكل جدا ومش عارف يقنعهم ازاي، لدرجة ان هو انعزل في أوضة لوحده، وكان بيجيب التراب ويهيله على راسه عشان مش عارف يرد. والناس اتشككت في القيامة وقيامة الأموات والمعجزات اللي عملها السيد المسيح، وقال له يا رب اديني أمارة أو اديني علامة أو اديني سبيل، يعني سبيل لإقناعي وإقناع الناس إن في قيامة الأموات. في نفس الوقت الروح رجعت للسبعة. ويا مليخة نزل كأنه لسه صاحي من النوم، ونزل يعمل الأعمال اليومية اللي احنا كنا بنقول عليها، إن هو ينزل يشتري أكل لأصحابه ويعرف الدنيا فيها إيه. فنزل يشتري أكل، فراح وهو نازل لقي على باب الكهف صليب، فاستغرب جدا، صليب إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ أنا مش فاهم حاجة. فنزل يشتري أكل، فراح عند أحد أصحاب المخابز وبيديله الدينارات والعملات اللي معاه عشان يشتري أكل. فصاحب المخبز شاف العملات اللي معاه وقال له ايه ده، العملات دي انت جايبها منين؟ العملات دي قديمه جدا وانت لقيت كنز ومش عارف ايه. وعمل شوشره والناس اتلمت، وراحوا بعتوه للاسقف بتاع مدينه افسس اللي كان جاي لسه زياره من بره ورجع المدينه. فراح للاسقف وقال له يا ابانا، انا مش حرامي وانا مش عارف ايه، ودي الفلوس دي بتاعتي، وانا كنت انا واصحابي الستة في كهف في جبل انجيلوس، ولو عايز تيجي تشوف اصحاب الستة موجودين فوق، تعالى شوف معايا واسمع قصتهم. وسأل عن الملك دقيوس، قال له الملك دقيوس مات من سنين ومن زمن بعيد. قال له الملك دقيوس عمل معانا كذا وكذا وكذا. طب تعالى. وطلعوا فوق الجبل وشافوا الكهف ودخلوا الكهف، لقيوا الستة التانيين موجودين والسبعة كلهم صاحيين وحكوا عن الاضطهاد اللي كان أيام الملك دقيوس. وهما بيدوروا في الكهف لقيوا الصندوق جنب الباب بتاع الكهف، جنب من ناحية اليمين لقي الصندوق النحاس فيه صحيفتين الرصاص مكتوب عليهم هنا يرقد. هنا كان موجود 7 شباب وأسمائهم كذا وكذا وكذا. اسمائهم مكسيميليانوس وياماليخا ومارتينيانوس ودينيسيوس ويوأنس وسرابيون وقسطنطينوس. دول ال7 أسماء. فأمر الأسقف الجنود والناس اللي معاه إن هي ترسل للملك فورا يحضر